ام زوج الله يرحمها كان عليها شويه زيتون مخلل يدرس، ودي مش صيغه مبالغه على فكره. الست الجميله دي كانت بتستعمل قوانين الكيمياء والفيزياء في التخليل عشان يفضل يقرش لاخر واحده ويعيش من السنه للسنه. ده غير انها ما كانتش بتقعد تنقع في ايام عشان المراره والكلام ده، هي كان عندها محاليلها السحريه وحلولها السريه لكل حاجه. فتعالوا اكشف لكم كل الاسرار دي، وانا واثقه انكم كل سنه وانتم بتخللوا الزيتون هتدعوا لها بالرحمه. وعشان تعمل المحلول اللي يخلصها من مرارة الزيتون والليمون في وقت قصير جدا ويخليها تفتح عليه بعد كام يوم بس، كانت بتحط معلقتين ملح صخري خشن. كانت بتقولي دايما ان الملح الناعم بيبقى فيه يود فبيهر الخضار فبلاش منه، وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج صودا اللي هي البيكربوناتو يعني، ومعلقة صغيرة من ملح الليمون وزيها كركم، وتنزل عليهم بمية مغلية لحد ما يتفاعلوا مع بعض كده. ها، كيمياء ولا مش كيمياء بقى؟ هي كانت بتحب الزيتون التفاحي علشان بذرته صغيرة ومش مر قوي، ولما كانت بتدق عليه دقة بسيطة كده كانت بتتخلص من البذر بمنتهى السهولة من غير هدر في الزيتون. اما الزيتون العزيزي والكلاماطة والحاجات دي فما بيكونوش احسن حاجة في الطريقة دي بصراحة. المهم لازم وحتما ولا بد كانت تحط الزيتون جري في المحلول ده علشان ما تديش فرصة لأطرافه انها تأكسد. وفي الأثناء دي بتكون حاطة ليمون يتسلق على النار، فتقوم منزلاه هو كمان مع الزيتون وتسيبهم ساعتين كده ينزلوا مرارتهم على ما تكون قطعت الفلفل الأحمر والأخضر وشالت منهم البذر. وكانت الله يرحمها تفرمهم فرم خشن بمخرطة الملوخية ومعهم كام فص توم وشوية كرفس. بس احنا تخفيفا على نفسنا هنضرب بالكب بس عن طريق النبضات بحيث انهم يتقطعوا وما يتفرموش. نضيف الكرفس لخلطة الفلفل والثوم ونقلب، وهنا يا جماعة هتشموا ريحة مش ممكن جمالها. تخلي الليمون بقى من البذر وتقطع الليمون 4 بالشكل ده مع مراعاة الاحتفاظ بالعصارة اللي جواه، وتروح تحضر المحلول الملحي اللي بيكون عبارة عن 4 معالق كبار ملح صخري خشن، بتضيفهم لكل لتر مية مغلية ومتسابة تبرد عشان تبقى معقمة، ومعلقة صغيرة من ملح الليمون، ودي غير انها مادة حفظ حلوة جدا بتغنيها عن عصر نص كيلو ليمون كده تقريبا. كانت بتضيف كمان شوية عصفر على حبة البركة بحيث اللي ياكل ما يبقاش عارف هو بياكل ليمون معصفر ولا زيتون ولا مربى ولا ايه بالظبط. ودي إصابة عمل بسيطة كده حصلت في النص، ما علينا. غيرت الإناء وضفت شوية من مصل الحليب أو الشرش. ليه بقى؟ عشان هو وعلى حد قولها مليان بروتين وبكتيريا نافعة، فبيمنع المواد البيضاء اللي بتتكون فوق المخلل دي، وكمان بيحافظ عليه بيقرش طول الوقت. بس لو مش متوفر عندك عادي خالص ما تحطيهوش، علشان ممكن تستبدليه بكام واحدة من حمص الشام اللي برضو مليانة بروتين وبتقوم بنفس الغرض. وعلى فكرة هي كمان كانت بتستبدل شوية من المية المغلية المتسابة تبرد بتاعة المحلول الملحي بمية سلق الليمون، وده بيخلي الليمون المخلل بتاعها تحفة ومنور. بس انتوا ممكن تستبدلوها بمعلقة كركم. نرجع بقى للزيتون اللي بتصفيه من المية اللي فيها كربوناته دي وتغسله كويس، وتحط له الليمون وخلطة الفلفل والثوم والكرفس وشوية جزر مبشور، وتقلب الجمال ده كله بقى مع بعض. شايفين الجمال؟ لوحة فنية. بتجيب بقى برطماناتها الناشفة المعقمة الحلوة وتحط فيها خلطتها السحرية دي وتكبسها كويس كده وتنزل عليها بالمحلول الملحي، وعلى الوش بتحط زيت، ويستحسن يكون زيت زيتون علشان تقفل الهواء عنه خالص، وتقفل برطماناتها وتهدي بيها كل حبايبها. كان برطمان تيتا سعادة بطعم مميز ده طقس لابد منه كل سنة. ربنا يرحمها يا رب ويجعل كل حرف علمتهولي وانا علمتهولكوا في ميزان حسناتها. وفي النهاية خالص انا عايزة اقولك في مقولة عظيمة كده بتقول: اعتني بسمعتك جيدا فانها ستعيش اكثر منك. والحقيقة بقى ام وابو زوجي كانوا مثل حي للمقولة دي، فبالرغم اني ما شفتوش كانت سيرته الطيبة والنور اللي كان بيملى وش حماتي لما تتكلم عنه كفيل يعرفني كل حاجة عنه حتى لو ما شفتوش. اتمنى لو الافكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. انا شيماء البهاي.